الفانوس كيعطي الجو قبل الضوء، كيعاون على الهدوء وكيخلي الجو روحاني. كيذكرنا بالعباده بالصبر وبان رمضان ماشي غير ماكله، حتى النفس كترتاح معاه. شوف شحال زين هاد المائده وهاد المسيمان دافي وبلاصه معايا. واي شحال ديال البركه ديال الصحاب قبل ما تسخن بزاف. انا هنا باش نفرح الجميع والضوء ديالي يبان على كل شيء. صافي غادي نتهلا ونخلي الكل يتهنى. الكنافه كترجع الطاقه من بعد نهار طويل ديال الصيام، فيها السكر اللي كيطلع السكر في الدم بشويه. كتفرح النفس قبل المعده، غير ما نكتروش باش تبقى الفايده. القطايف خفيفه الا تقارناها بحلويات اخرى كتعطي طاقه وما كتقلش بزاف، والا تعمرات بالمكسرات كتولي فيها فوائد اكثر. توازن زوين في رمضان. التمر هو احسن حاجه تبدا بها الفطور، كيعاون المعده تفيق بشويه، فيه الفيتامينات المعادن وكيعطي طاقه سريعه، سنه وفايده في ان واحد. التمر الهندي كيرطب الجسم من بعد العطش، كيعاون على الهضم وكيبرد الجسم. حامض شويه ولكن منعش بزاف، كيوازن السكر والعطش في رمضان. انا الشباكيه ماشي غير حلوه، العسل والزنجلان ديالي كيعطيو الجسم طاقه بعد نهار الصيام. الزنجلان فيه الحديد والمغذيات، والعسل كيعاون على الهضم، ولكن خاصك تاكلني بالقدر باش تبقى الفايده بلا زاف السكر. الحريره كتحضر المعده بشويه بعد الصيام، فيها البروتين من الحمص والعدس وكتعطي طاقه متوازنه. كتعاون على الهضم وكتدفي الجسم، حساء كامل، ولهذا ديما هي الاولى في الفطور. ما تمشي فين حتى دير متابعه، وما تنساش دير لينا تعليق زوين باش ديما نديرو فيديوهات بحال هادو الا عجبوكم.